المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لهذه الفترة أصحابكم خلالها محجوب حامد. والبداية بالعناوين. فخامة الرئيس السياسي يقوم بزيارة عمل إلى كينيا والصومال. اختتام المؤتمر الوطني للإصحاح البيئي. الإريتريون في المهجر يسيرون أنشطة دبلوماسية متنوعة. تركيا تبدأ عملية ضد أكراد تدعمهم أمريكا في سوريا. ماي تتعهد بإتمام الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبرلمان الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاقية تجارية مع اليابان. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. قام فخامة الرئيس السياس أفورقي صباح اليوم 13 من ديسمبر بزيارة عمل إلى كل من جمهوريتي الصومال وكينيا بغرض الوقوف على العديد من البرامج المشتركة التي تجمع بين الصومال وكينيا بالشعب الإريتري. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل محمد علي حميدة. قام فخامة الرئيس السياس أفورقي صباح اليوم 13 من ديسمبر بزيارة عمل إلى كل من جمهوريتي الصومال وكينيا، وتهدف زيارة فخامته إلى الصومال لاستمرار الاجتماع التفاكري الجاري بين إريتريا وإثيوبيا والصومال لتعزيز العلاقة وتعاون الشراكة الثلاثية. وتنطلق زيارة فخامة الرئيس السياس أفورقي التاريخية والأولى من نوعها إلى جمهورية الصومال لتمتين العلاقة النضالية بين الشعبين الشقيقين الإريتري والصومالي. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله إلى العاصمة الصومالية مقديشو الرئيس الصومالي عبد الله محمد وكبار المسؤولين في الحكومة الصومالية بحفاوة كبيرة، وعزف السلام الوطني للبلدين. يذكر بأن فخامة الرئيس السياس أفورقي ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية والفيدرالية والرئيس الصومالي السيد عبد الله محمد قد وقعوا في 5 من سبتمبر الماضي في العاصمة أسمرة البيان العام للتعاون المشترك، وتباحثوا في 9 والعاشر من نوفمبر حول مدى تنفيذ ما تضمنه البيان بالتلاقي في إثيوبيا. وسوف يتوجه فخامة الرئيس السياس أفورقي إلى جمهورية كينيا تلبية للدعوة الرسمية التي قدمها له رئيس كينيا السيد أوهورو كينياتا. وسوف يتباحث الزعيمان حول الدور الذي تلعبه كينيا للدفع بعهد السلام والتعاون المطل على منطقة القرن الإفريقي انطلاقا من المكانة الهامة التي تتمتع بها كينيا في المنطقة. كما سيناقش في اللقاء عدد من المواضيع أهمها تعزيز العلاقة الأريترية الكينية في المجال التجاري والاستثماري. يذكر بأن الرئيس الكيني قدم دعوة رسمية لفخامة الرئيس السياس أفورقي لزيارة كينيا في 17 من نوفمبر الماضي. هذا ويرافق فخامة الرئيس السياس أفورقي في زيارته معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار فخامة الرئيس السيد يماني قبراب، ومدير في مكتب الرئيس السيد أمين حسن. اختتم أمس 12 من ديسمبر 2018 المؤتمر الوطني للإصحاح البيئي الذي انعقد في الفترة من 11 و12 من ديسمبر في فندق أسمرة بالاس بإصدار مرسوم فيما يتعلق بتعزيز برامج النظافة الأهلية الشاملة. وتشتمل المراسم على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان واستمرارية النظافة وتحسين سياسات النظافة في الحضر والريف، والقيام بالمتابعة اللازمة للمرافق الخدمية من أجل منح قضية النظافة اهتماما أكبر وغيرها من النقاط الهامة. وقدمت في جلسات المؤتمر التي امتدت فعالياته يومين بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وممثلي الأقاليم والأعيان والشركاء وغيرهم من الضيوف المدعوين. قدمت كلمات تناولت أهداف وتوقعات ومخرجات المؤتمر ودور إريتريا الرائد في ضمان الإصحاح البيئي وتعزيز العمل المؤسسي حول الإصحاح البيئي والنظافة، وإرشادات فيما يتعلق بالنظافة وجهود المبادرات الوطنية في ضمان الإصحاح البيئي ودور المؤسسات النموذجية في النظافة وتبادل الأفكار ومنح الاهتمام لقوة المجتمع الإريتري في التغيير الإيجابي وغيرها من المواضيع. وناقش المؤتمرون من ممثلي الأقاليم مقسمين على مجموعات انتشار الإصحاح البيئي في المناطق الريفية والتحديات التي تواجه ذلك والمساهمة الأهلية ومهارات ضمان النظافة، بالإضافة إلى المتابعة الجادة للنظافة في
وفي الكلمة الختامية لمعالي وزير الصحة السيدة آمنة نور حسين أوضحت بأن مخرجات المؤتمر الوطني المنتظم لضمان النظافة الأهلية الشاملة في العام 2022 حققت مساهمة فاعلة ومشاركة كبيرة وأفكار بناءة، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يعد جوهرا رئيسيا لتحقيق الهدف المنشود مسبقا. في الختام جرت مسابقات معلومات عامة بين 10 مدارس متوسطة في الإقليم الأوسط بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للإصحاح البيئي والنظافة الأهلية الشاملة، ووزعت الجوائز على الفائزين. يشهد النشاط الدبلوماسي للجاليات الإريترية بالمهجر العديد من البرامج والأنشطة التي تدعم وتعزز البرامج الوطنية. في التقرير التالي نتابع بعض من هذه الأنشطة في عدد من الدول. التقرير للزميل قاسم أحمد. وفق المعلومات الواردة إلينا، شارك سفير إريتريا في يوغندا السيد محمود سليمان، وكذلك سفير البلاد السيد صالح عمر في جنوب إفريقيا وإقليم الجنوب الأفريقي في المؤتمر الأول لدول البريكس المنعقدة في مدينة بريتوريا مع مختلف الدول الإفريقية والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية. وفي المؤتمر الذي فتحه رئيس جمهورية جنوب افريقيا السيد سيريل رامونزا قدمت كلمات تشمل التطور الاقتصادي وتعزيز التطور الصناعي وتقوية خارطة الطريق، كما جذبت كلمتان ممثلي إريتريا وإثيوبيا التي قدمت في المناسبة فيما يتعلق بعملية السلام الموقعة بين إريتريا وإثيوبيا ونسائم السلام التي تهب في البلدان. وشاركت السفيرة إريتريا في فرنسا السيدة هانا سمعون في المؤتمر الدولي 11 المنعقد في مدينة مراكش المغربية بخصوص الاتجار بالبشر والتنمية. وألقت السفيرة هانا سمعون في المناسبة كلمة أوضحت فيها بأن القرن الأفريقي شهد خلال السنوات الماضية عدم الاستقرار نتيجة الأزمات والحروب والمواجهات، مما أعقب ذلك أزمات اقتصادية وسياسية في المنطقة وتسبب في فشل الكثير من برامج التنمية الكبيرة. وأشارت إلى تطور السلام بين إريتريا وإثيوبيا وتطور الشراكة في دول المنطقة التي عاقبته وأدت إلى إدخال المنطقة في أحد سلام جديد. كما نظم في مدن مانهايم وشتغارد الألمانية وامستردام الهولندية برامج بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين. وتبرعت مجموعة معاق الحرب في شتوتغارد بعجلة الدفع الإلكترونية تقدر قيمتها ب9,500 يورو، والجالية في بابلين ب3,000 يورو، كما تم التبرع في مانهايم ب2,587 يورو، وذلك لصالح الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. في غضون ذلك تبرع الإريتريون في روخوت الإسرائيلية 2,200 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. كما احتفل الإريتريون في سينسيناتي الأمريكية والمقيمين في مدن ملبورن وبرز وسيدني وبريسبين وأدلايد الأسترالية بمناسبة دعم توقيع اتفاقية السلام بين إريتريا وإثيوبيا ورفع الحظر الجائر غير القانوني. وأكد المحتفلون في المناسبة على وقوفهم الثابت لإنجاح عهد السلام الجديد للتصدي والتنمية والتعاون الشراكي. كما نظم في روما الإيطالية الاجتماع النصف السنوي لمدراء التنظيمات الوطنية لإريتريا في إيطاليا. وأفادت المعلومات الواردة بأن المجتمعين قدموا توصيات وآراء بناءة تؤكد على تطورات السلام بين إريتريا وإثيوبيا إضافة إلى الشراكة الإقليمية ويعزز تنسيق الإريتريين في إيطاليا. وعقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في أمريكا السيد برهان جبرهيوت للإريتريين المقيمين في دنفر وكولورادو لتعزيز وعيهم في الأوضاع الراهنة، وهو ما يبرز الدور تنظيم الجبهة المرحلي في الولاية. نظم في إدارات 9 ضواحي في 37 قرية في مديرية الرعتة بإقليم جنوب البحر الأحمر انتخابات مدراء الضواحي ومساعديهم. وأوضح المدير التنفيذي للمديرية السيد محمود عبد الله عن نجاح عملية الانتخابات بفضل الجاهزية المسبقة للمواطنين، مشيرا إلى تقديم معلومات ودراسات تساعد المنتخبين في خدمة المواطنين بتفان وإخلاص. وأكد الناخبون بدورهم وقوفهم بجانب المنتخبين لأداء المسؤولية الملقاة على عاتقهم كما ينبغي. هذا وقد جرت انتخابات مماثلة في 7 إدارات ضواحي في 25 قرية في المديرية. تم تقييم البرامج التنموية في مديرية قلعلو لهذا العام بمشاركة شعبية واسعة والشركاء. كما قدمت تقارير في الاجتماع التقييمي المنتظم في 5 ديسمبر الجاري مع مدراء الضواحي وممثلي المواطنين وغيرهم من المشاركين في مجالات الصحة والتعليم ومتطلبات المياه والزراعة وأنشطة النفير الشعبية وحملات النظافة والتشجير وغيرها من الأنشطة المسيرة.
وتم تنفيذ 76% من البرامج الموضوعة، وتباحث الحضور حول تفعيل البرامج غير المنفذة بهمة ونشاط. وقدم المشاركون من جهتهم آراء وتوصيات بناءة، من أهمها الدفع بقوة لتجميع القرى وتعزيز مشاركة الطلاب في التعليم وخاصة الطالبات وغيرها من الآراء. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها مدير المديرية السيد محمود إبراهيم، ذكر فيها بأن البرامج التنموية المنفذة في المديرية والتي توجد قيد التنفيذ تعتبر نقطة تحول للاقتصاد ويساهم في الحياة المعيشية للسكان، مشيدا بأنشطة النفيرة التي يقوم بها المواطنون، خاصة صيانة التربة وحفظ المياه ومياه الشرب الصالحة، داعيا العمل بقوة لتحقيق الهدف المنشود للتطور. هذا ويقطن في مديرية قلاعلو حوالي 40,000 نسمة في 46 قرية، ويزاولون صيد الأسماك والرعي والزراعة والتجارة. المشاهدون الأكارم، كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستبدأ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا خلال أيام، مستهدفة مقاتلين أكراد تدعمهم القوات الأمريكية شرقي الفرات. وبدأت القوات التركية والأمريكية دوريات مشتركة في شمال سوريا الشهر الماضي، لكن هذا التعاون تعقد بعدما قصفت تركيا مقاتلين من الأكراد إلى الشرق من نهر الفرات. وعبرت أنقرة مرارا عن شعورها بخيبة الأمل لما تصفه بأنه تأخير في تنفيذ اتفاق منح، وقالت الشهر الماضي إنه ينبغي تنفيذ الاتفاق بالكامل بحلول نهاية العام. ولكن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قالت إن أي عمل عسكري من جانب واحد في شمال سوريا محل قلق بالغ وغير مقبول. وقال الكوماندور شون روبرتسون المتحدث باسم البنتاغون أن القيام بعمل عسكري من جانب واحد في شمال سوريا، خاصة في ظل احتمال وجود أفراد من الجيش الأمريكي هناك أو في محيط المنطقة، محل قلق بالغ. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستمضي قدما في مهمتها من أجل إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما نجت من تحدي لزعامتها للمحافظين من جانب مشرعين من داخل حزبها يعارضون خطتها للانسحاب. وعقب الإعلان عن فوزها، تعهدت ماي بالمضي قدما للإيفاء بمطالب الشعب الذي صوتت أغلبيته لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت إنها ستسعى للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين إيرلندا العضو بالاتحاد وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني. وبعد حصول ماي على نسبة 63% من الأصوات، ستحتفظ بمنصبها زعيمة للحزب لمدة عام على الأقل. وأجرى حزب المحافظين التصويت بناء على طلب 48 نائبا بسبب غضبهم من إدارة ماي لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وافق البرلمان الأوروبي على اتفاقية مع اليابان وصفت بأنها أكبر اتفاقية تجارية في العالم، تغطي اقتصاديات تمثل ثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي. وسيبدأ سريان الاتفاقية في فبراير، وقد اعتبرت انتصارا لأوروبا بوصفها بطلا للتجارة الحرة في مواجهة سياسة الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وصوت البرلمان بأغلبية 474 صوتا مقابل 152 صوتا لصالح الاتفاقية. وصرحت مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالستروم أن الاتفاقية تعد رمزا ومؤشرا للتجارة المفتوحة والمنطقة. وتغطي اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان 630 مليون شخص، واقتصادات تشكل نحو ثلث الإنتاج العالمي. وكانت تجري مناقشات منذ 2013، وعندما بدأ سيرانها فإن الاتفاقية ستنظم جميع التبادلات التجارية تقريبا بين الدول الآسيوية العملاقة وبين الاتحاد الأوروبي، وستفيد بشكل خاص المزارعين الأوروبيين بحسب مالستروم. وسيحصل اليابانيون في المقابل على الدخول الحر إلى سوق السيارات الأوروبي بعد فترة انتقالية
من عدة سنوات. أعلنت السلطات في تركيا اليوم الخميس مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح، وذلك في حادث تحطم قطار ركاب فائق السرعة بالعاصمة أنقرة. وذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية أن القطار كان في طريقه من العاصمة أنقرة إلى مدينة غونيا وسط البلاد عندما وقع الحادث الذي لم تتضح أسبابه بعد. وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث حيث حصرت العربتان أسفل حطام جسر. وذكرت القناة أن القطار كان متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم كونيا بوسط تركيا. نهاية النشرة، شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.